السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم عزة فهمي واسرار المطبخ. هنبدأ بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اكلة النهاردة حلوة جدا وبحبها قوي، وكان نفسي فيها انا وبنتي، بس للأسف الطماطم والخضار غالي. ربنا يرحمنا برحمته. بس على مين الجيش قالك اتصرف، وان شاء الله هعملها بعون ربنا. بس قبل بقى ما ابدأ الفيديو بتاعي واقول لكم مكونات اكلتنا النهارده، يا ريت ما تنسونيش بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلوا على الرسول في الكومنتات، وتقولوا لي انتوا بتتابعوني منين، وتعملوا متابعه صفحه الفيس واشتراك لليوتيوب، وتعملوا مشاركه للفيديو عشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوا الفيديو ويستفادوا وانا كمان استفاد. انا هنا بقى جبت بقى ايه، البصلتين اللازقين في بعض، البصله المعوجه، البصله الصغيره. فقلت اقشرهم لان انا هضربه في الكبه. البصله اللي بلاقيها حلوه مدوره ومقلوظه كده اللي تنفع تتخرط، بسيبها اخرطها على ايدي بالسكينه. لكن انا محتاجه كميه بصل حلوه معتبره، وهخرطهم في الكبه. فجبت بقى كل بصلتين لازقين في بعض، بصلايه معوجه، بصلايه صغيره، وقشرتهم. انا هنا جايبه حوالي كيلو بصل او زياده. قشرته تقشيره كويسه وغسلته وخرطته في الكبه، وهبتدي بقى اللي انا ايه، اضربه ضربه كويسه. بعد ما ضربته في الكبه كنت جايبه حله على النار، حطيت فيها حبه زيت حلوين معتبرين كده، وهنزل فيهم بالبصل اللي انا فرمته في الكبه. طبعا انا فرمت على مرتين، فهتلاقوني ايه حطيته على مرتين، يعني انا فرمت كل البصل، بس سبت كده حبه كده قد بصلتين. ما رضيتش ايه احطهم في الزيت ده، سبتهم على جنب حتى باينين هم على الرخيمه. بصوا بقى هنا بقى الخضره اللي هتقهرنا اللي هتجلطنا، اللي بصوا يعني مش قادره اقول لكم، هي مش بعافيه شويه، بعافيه شويه، 5 6 7 مرات. الحزمه بصوا يعني الحزمه عنقود. الخضره مش عارفه انضفها، مش عارفه اطلع منها حاجه. الخضره قليله جدا. حبه الخضره اللي انتوا شايفينهم دول يا جماعه ب10 جنيه. قولوا لي ب10 جنيه، احنا في الشتاء بصراحه بنجيب الخضره بسم الله ما شاء الله، يعني الحبه دولت انا ما جيبهمش ب2 جنيه في الشتاء، بس عشان خاطر الصيف الخضره بتتحرق. هنعمل ايه؟ يلا ادينا جبناها ب10 جنيه، ومضطرين اللي احنا نجيبها، وكمان مش بنلاقيها. يعني هي شايفه نفسها علينا وغاليه ومش بنلاقيها. فانا هاخد الخضره بتاعتي دي اغسلها وهنقعها، وبعد كده اقول لكم هنعمل فيها ايه. هنا بقى هنقلب البصل بتاعنا اول ما هيدبل، مش عايزاه ياخد لون. اتصرفت بقى، كنت المفروض ان انا بجيب طماطم فريش في الاكله دي بعملها، عمري ما عملتها بطماطم متسبكه. فبما ان الطماطم غاليه ب20 جنيه، انا لا طلعت كيسين صلصه من الفريزر اللي انا مفرزاهم، ورحت حطهم. قلت ايه ما هي هياها يعني. دي كنت الطماطم دي مفرزاها، كنت جايبه 4 ب10 و3 ب10. لكن اجيبها دلوقتي ب20 جنيه وب22 جنيه، حرام طبعا. فانا اتصرفت، كنت مصلصه طماطم في الفريزر للطبيخ، رحت مطلعه كيسين، قلت ايه هيقضوا الغرض، مع ان انا الاكله بتاعت النهارده بحب اعملها بطماطم فريش. تمام. انا هنا بقى يا جماعه كنت جايبه نص كوسه، وربع فلفل اللي هو الطويل ده اللي هو المفروض بارد، وده الفلفل الكوبي ده انا كنت جايباه كيلو، من القوات المسلحه ب5 جنيه. قلت مثلا احشي منه، ياكلوا منه اخضر، اقلي منه بجد جامد. فانا غسلت الخضار بتاعي دوت، وجبت بلاستيكه حطيت فيها ميه بملح، وهاجي بقى اعمل بقى ايه، هنضف الخضار بتاعي. طبعا انا بصوا همسك الكوسه كده هقورها. طبعا انا بحب احط ميه بملح، احط فيه الخضار بعد ما اقوره، عشان خاطر الكوسه بتبقى عدبه. اي نعم انا لما بحطها في وسط المحشي بتبقى بتاخد من مزازه الاكل، بس لا انا بحب احط ميه بملح كده، احط فيه ايه منه الخضار ما يسودش، ومنه ايه يظبط الملح بتاعه ما يبقاش عادب. طبعا الفلفل دوت اللي انا بقوره دوت، عايزه اقول لكم بحبه جدا في الحشو، تحفه تحفه تحفه. لكن الفلفل الكوبي هو جميل بس ولادي بيحبوه، انا بحب ده عشان ساعات بلاقيه حامي، بيدي نكهه وطعم للاكل مش قادره اقول لكم، وبالذات لما بيكون حامي بيبقى تحفه. هنا برضه هقور الفلفل الكوبي. هكمل بقى تقوير الخضار بتاعي كده وهجهزه، عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده. تعالوا بقى نبصوا على التسبيكه. بصوا التسبيكه، بصوا شربت ميتها واتسبكت كويس جدا. هنطفي عليها. هنا بقى يا جماعه بقى الخضار كان، الخضره كانت اتغسلت واتصفت. هاخدها كده ايه اقطعها اخرطها في ايه، اضربها في الكبه. طبعا ولا هشيل على ايد ولا حاجه، ده هي قزعه كده قصيره ما فيهاش اي حاجه، وهخرطها، هخليها كده سمسم. تمام. بعد كده بقى انا معايا بصلتين مع طماطمتين مع جزرتين،
انا عايزه اخرطهم كده طرنشات عشان هحتاجهم، بيخلي طعم المحشي ده روعه تحفه. يعني بصوا اكنكم عاملينه بشوربه. انا اصلا هعمله بميه الحنفيه، ولا شوربه لحمه ولا شوربه فراخ، بس البصل والطماطم والجزر دول بصراحه بيدوا له نكهه فظيعه. خرطت الطماطم وخرط البصل ونخرط الجزر حلقات كده. تمام. ولو الجزرية كبيرة بتشوقها 2. اهم حاجة انا عايزة ايه، كل حاجة طرنشات او شرايح. خلاص. وهحطهم بقى كده في طبق، كل حاجة لوحدها، الجزر لوحده والبصل لوحده. هنا بقى البصلتين دول انا كنت راكناهم عشان بحب احط بصلايه كده ايه نية، مش مع التسبيكة. بحط عليها ملح وفلفل بقى، ومش قادرة اقول لكم بقى، شوفوا الجمال والريحة والطعم. هنزل بالخضرة وهكون غاسلة الرز بتاعي، وهجيب التسبيكة بتاعتي كمان. طبعا انا بحب في المحشي التسبيكة الزيادة يا جماعة، بحب الطماطم بتاعته كتيرة، عشان كده بقول لكم الطماطم غالية. وكنت مترددة في اللي انا اعمله، لا انا اتصرفت الحمد لله. بس بحب طماطمه كتيرة، مش قادرة اقول لكم كان طعمه تحفة هايل. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، ملح فلفل اسمر كزبرة ناشفة حبة شطة، وهنزل كمان بحبة زيت، مش اكتر من كده. ما بحبش احط عليه نعناع ولا احب احط عليه بهارات تانية. هنقلب بقى الخلطة بتاعتنا دي عشان الملح والبهارات. تمام. البصل بقى والجزر والطماطم اللي انا قطعتها هحط كده حبة في قعر الحلة، وبعد كده احشي فوقيها. بيخلوا النكهة فظيعة. بصوا بقى، ومطلعه ورق عنب من الفريزر اللي احنا مفرزينه، وهبتدي بقى ايه احشي الورق العنب بتاعي. طبعا بنحط الناعمة من جوه والخشنة من بره. انا بحب الورق العنب اقفله من الجناب ومن كل حته. انا قبل كده كنت جبت لكم 3 طرق تحشي بيهم ورق العنب، بالكيسه وعلى الطبق وبايدي. بس انا احسن واسرع طريقه بحب احشي بيها ورق العنب اللي هو على ايدي، احشي واقفل الجناب والف الصبع بتاعي. طبعا انا بحشي في الارضيه ورق العنب عشان ما احطش الكوسه تحت والفلفل تحت، عشان هما مع كتر الميه وبتبقى الميه تحت في الاخر ممكن يطروا بسرعه. لكن ورق العنب بيبقى ماسك نفسه شويه، فبعمل الارضيه ورق عنب وعليها بقى الكوسه والفلفل وبقيه الخضار، وبعد كده احط ورق عنب تاني من فوق. بصوا انا كده عملت ورق عنب، بقى هعمل بقى طبقه من الكوسه والفلفل. طبعا الكوسه والفلفل ما بتملهمش، بتسيبي كده الربع من فوق فاضي، عشان الرز لما بيستوي بيزيد ما يطلعش كده بره الحله كده، يبقى الحله كلها رز. بحشي الفلفل الطويل والفلفل الكوبي والكوسه، بصوا مش قادره اقول لكم، بياخدوا من المزازه بتاعت ورق العنب تحفه تحفه تحفه. وانا ملاحظه اليومين دولت الناس كلها بتعمل محشي، مش عارفه ايه السر مع ان الجو حر، بس مش قادره اقول لكم طعمه تحفه. حتى الفلفل برضو هنحشيه، برضو هنسيب ربعه من فوق. بعد ما احشي الطبقه دي هكمل برضو وراها ايه، طبقه ورق العنب. طبعا انا بحب بقى اكل المحشي طازه، ما بحبش المحشي لما يبات، واحب لما المحشي يستوي يبقى فيه حبه صوص، ما يبقاش ناشف خالص. فانا هحشي الحله دي واحطها على النار، واكمل حشو ايه، بحشي حله تانية بسيبها لتاني يوم مع اسويها يعني ايه واكلها طازه. هنا بقى حطيت ميه وملح، ولو في معلقه صلصه بحطها، بس للاسف ما كانش عندي. وخدت حبه من الجزر والبصل والطماطم دول فوق الوش كده، وحطيتها على النار ايه تستوي. ودي الخلطه اللي فاضله، ودي حله المحشي التانية اللي انا هسيبها في التلاجة اسويها تاني يوم. والمحشي ما خدش نص ساعه كان استوى يا جدعان. مش قادره اقول لكم ريحه الشقه قلبت، وبصوا مش وطعمه كان فظيع. لازم بيبقى فيه حبه صوص كده، ما بحبش المحشيه ناشفه خالص، احب كده يبقى فيه ميه كده، ما بيبقاش ايه ناشف خالص، بيبقى طعمه تحفه تحفه تحفه. بصوا شايفين الجمال والروايح، جامد جدا. انت ممكن اللي عايزه تعملي جنبه لحمه تعملي، عايزه تعملي جنبه فراخ تعملي ملوخيه. انا هنا عاملاه اقتصادي، عملت محشي وبس، ما عملتش جنبه اي حاجه. خليكي ست موفره واقتصاديه وظبطي امورك. شايفين شكل المحشي جامد جدا.
وانا هنا وصلت لنهايه الفيديو بتاعي. لو وصلتي لحد هنا ما تبخليش عليا بالكومنت الحلو والدعوه الحلوه، وتصلي على الرسول في الكومنتات، وتعملي متابعه صفحه الفيس واشتراك لقناه اليوتيوب، وتعملي مشاركه للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.